السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني الكرام، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. مبارك علينا وعليكم الشهر، كل عام وحضراتكم طيبين. ادي الفراخ اللي انا نزلت البوست بتاعها على الفيسبوك وعمل قلبان. وانا كنت بقول لمتابعيني على صفحتي مش شيف ان الفراخ العتائي احسن وافضل من الفراخ البيضة او الفراخ المستوردة. شايفين شربتها عاملة ازاي؟ ومستوية ودايبة. كونك ان انت مش عارفة تسويها او بتاخد منك سوا، تابعي بس الفيديو هوريكي حاجات بسيطة جدا تستوي معاكي، وهتاخدي احلى شوربة تعملي عليها طبخ زي الفل. ادي الفرخة قدامكم اهو، شايفين الدسامة اللي على الورك عاملة ازاي يا جماعة؟ والله فراخ ممتازة، واللي عارفها عارف ان انا بقوله ده مش كلام كده وخلاص. شوربتها جميلة جدا ودسمة جدا، تطبخي عليها الاكل زي السكر. نزلت عليها في الحلة بتاعتي وهي سخنة، واحط شويه الخضار بتوعي، طماطم، بصلايه، جزرايه، قرن فلفل، شطه. مش عايزه تحط الفلفل مش مهم. بص لما فتحت الحله يا جماعه مفيش ريم خالص، نضيفه وزي الفل اهي. نزلت بالخضار. هنحط بقى ايه المنكهات زي ورق الغار وحبهان. بصي بقى تقفلي الحله وتوطي عليها تماما، تقعد على البوتاجاز بالظبط. قعدت عندنا ودي فرخه كبيره يا جماعه والله، قعدت ساعه وربع. ساعة وربع نزلت شوربة زي العسل. هعمل عليها قلقاس وهعمل عليها ملوخية وعملت عليها طبخ يعني كان زي الفل. طيب، شوية القلقاس دولت أنا مفرزن قلقاس في الفريزر. مش لازم يخليه يفك، لا يا جماعة، الحاجة الخضار لما يبقى متفرزن ينزل على طول على الشوربة، ما تسيبهوش يفك منك. ودوت العصير اللي نزل من فرم السلق بتاع القلقاس، اللي هو كان سلق وكزبره خضراء. انا كنت عملته قبل كده فانا بختصر معاكم يعني على طول. فانا بعمل القلقاس بالطريقه دي، هو بقى عقبال ما يتسلق مع نفسه كده. والقلقاس الشتاء ما بياخدش وقت، يعني 10 دقايق اللي فيهم انا هعمل ايه؟ الدقه التقليه بتاعتها، اللي هي عباره عن توم وكزبره وملح، عادي جدا. هحمرها زي ما انتم شايفينه قدامكم مع معلقه سمنه. خلي بالكوا بقى، انا بس عملت حاجه هنا، شوفوا هي حاجات بسيطه جدا بس بتفرق في الطعم. ان انا هنا ايه؟ قالتها خالص التومه. كنت قبل كده في فيديو قديم ما قالتش اول تومه كده. ونزلت عليهم بالسلق اللي انا صفيت ميته وحطيتها قدامكم في الحله، احمره معاكم. بعد ما بحمر السلق كده ويشرب من التومه اللي انا محمرها، هنزل بيهم في الحله. بص بقى بالظبط، يعني فتره التحمير دي خدت قد ايه يا جماعه؟ 6 7 دقايق كان القلقاس استوى. ادي القلقاس بتاع الشتا يا جماعه، عشان كده يعني فاتك كتير لو انت ما فرزنتيش قلقاس زي الفل كده. ادي القلقاس خلص لما هنزل بالطشه بتاعته. يقعد 5 دقايق بس كده ياخد من التقليه ديت، وعلى الاكل على طول. فاضل ايه تاني؟ ما انا عندي شوربه دسمه وزي الفل. طبعا حبيبتي اللي انا بعشقها الملوخيه الخضراء. والطريقه بكررها تاني اهو. بحط الملوخيه في الحله وبعدين ازود شوربه، ديت هتساعدك يا اختي يلي بتخلي الملوخيه تسقط منك او بتطلع خفيفه منك. لا، انت هنا بتتحكمي في التقل بتاعها، غير لما تحط الملوخيه على الشوربه على طول فانت مش عارفه اذا كانت الشوربه دي كتيره ولا قليله. لا، انت هنا بتتحكمي فيها وبتحليها اهو، وسنه صغيره من السكر. وبعدين بقى هو ده البطل اللي بيخلي طعم الملوخيه حلو، التوم البودر. طب ما عندكيش توم باودر، التوم العادي، ما هو الاصل في التوم العادي الفصوص بتاعتنا المطحونه. فانا طبعا عندي هنا التوابل بتاعتي فبستخدمها. وهقلب الملوخيه تسخن. هنعمل الطشه بتاعتها اللي عباره عن ايه؟ الطشه كزبره وتوم بس. بس هنا بقى ما نقرص على التوم، لانك انت لو قرصت على التقليه بتاعت التوم اللي هيحصل هتمرر، والمراره ديت هتنزل في الملوخيه، هتخلي طعمها مش مستحب. شايفينها تقيله وزي الفل وبطشها قدامكم اهو، 10 على 10 اهو. ادي طشه الملوخيه الخضراء، مفيش ابسط من كده. تمام. ادي كانت الاكل النهارده. كان في زياده، انا عامل زياده الطاجن الرز المعمر، وكان القلقاس، وكان الملوخيه الخضراء. يعني كان يوم اخضر، يا رب يجعل سنتنا كلها خضر عليكم زي ما انتم شايفين. طيب لو انتم حابين ان انا انزل لكم الفيديو بتاع الرز المعمر، قولوا لي في الكومنتات وانزل لكم فيديو الرز المعمر. مش هياخد تقريبا يعني دقيقتين او دقيقتين ونص. وادي الفرخه الجميله بتاعتنا العتاقي اهي، والله يا جماعه جميله وزي الفل. وهاتيها كبيره ما تجيبهاش صغيره، عشان لما بتستوي بتخس شويه يبقى فيها برضو لحم. وادي الرز المفلفل الجميل المعمر، طعمه تحفه. وفرختنا وجبه جميله. جربوا الفراخ العتاقي احسن من الفراخ البيضه اللي ملهاش طعم. وجزاكم الله عني خيرا.